إنها معقدة للغاية، ليس لحراس المرمى فحسب بل مع اللاعبين أيضا. الكرة لا تذهب إلى المكان الذي نريده أبدا. ده كان تصريح ميسي لما تسأل عن رأيه في كرة الجابولاني. تخيل كأس عالم ميسي وكريستيانو وواين روني الثلاثة مع بعض مش مسجلين فيه غير جول واحد فقط. مونديال بتلاقي حراس زي بوفون وكاسياس طالعين في الإعلام بيصيحوا من كرة البطولة، ووسط العبث ده كله كان في راجل أشقر عنده 31 سنة ملامحه هادية بيلعب بنفس الكرة اللعينة دي كأنها مربوطة في رجله ويشوطها من مسافات بعيد وتعمل لقطات فيزياء مش منطقية. النهارده مش جايين نرص تواريخ ولا إحصائيات موجودة على ويكيبيديا، ولكن نعرف إزاي فورلان وصل لهنا. من كواليس الوعود المكتوبة بالدموع في غرف العمليات لعقد نفسية وسخرية عاشها في إنجلترا لهوس تدريبي مجنون وعزلة في مدريد عشان يروض كورة عجز عنها عباقرة الجيل. جايين نشوف إزاي المحارب المنفرد ده بيروح بلد تعداد سكانها أصغر من امبابة وشبرا وقف ضد منتخبات العالم وضد فيزياء الكرة نفسها عشان يجبر الفيفا تمنحه الكرة الذهبية حتى وهو مخلص المونديال في المركز الرابع. فاحنا ثابت في الحالات دي من سؤال في كأس العالم هنتكلم عن ملحمة الصيف الأعظم في حياة دييجو فورلان. هات الغداء بتاعك وكوباية الشاي تمام ويا بينا يا صديقي. عشان نفهم اللي هيعمله دييجو فورلان في جنوب افريقيا لازم الاول نبص على الخريطه. هتلاقي حته ارض صغيره كده محشوره بين عملاقين من عمالقه الكوره، البرازيل من ناحيه والارجنتين من ناحيه، ودي ارض اوروجواي. عارف يعني ايه بلد تعداد سكانها كله على بعضه في 2010 ما يكملش 3 مليون و400 الف؟ الرقم ده بيكون في موقف السلام اصلا. فبالمنطق والجغرافيا مش متوقع منهم كتير في الكوره، وكبيرهم يعني يروحوا يتفرجوا على البرازيل والارجنتين وخلاص. لكن البلد دي دخلت مونديال 2010 وهي شايله في دولابها نجمتين كاس عالم و14 بطولة كوبا أمريكا. الصين بمليار ونص بني آدم ما بتعرفش تتأهل أساسا. الموضوع هناك مش مجرد لعبة، الشعب اتولد لقى نفسه قليل في العدد فقرر يعوض النقص ده بشراسة وجنون جوه الملعب. الكرة عندهم هي إثبات للوجود، الطريقة الوحيدة اللي بيقولوا بيها للعالم إن إحنا هنا ومش أقل من أي حد. وفي صيف 2010 كان لازم تدور على بطل جديد يشيل الإرث ده على كتافه، بطل يترجم حلم وأمل ال3 مليون لواقع يصدم بيه عمالقة الكورة. وهنا يظهر دييجو فورلان. قبل بداية كأس العالم بشهور وتحديدا في العاصمة الإسبانية مدريد الدنيا ساعتها كانت مقلوبة والقنوات ملهمش سيرة غير كرة المونديال الجديدة الجابولاني، كورة متصممة بتكنولوجيا تخليها أسرع وأقرب للشكل الدائري بالكامل. النتيجة إيه؟ إنها تحولت لكابوس. المهاجمين مش عارفين يظبطوا اتجاهها وحراس المرمى حاسين إنهم بيصدوا في بالونة. الكل بيشتكي وبيصيحوا في المؤتمرات الصحفية. وفي وسط الهيصة دي دييجو فورلان كان بيفكر بدماغ تانية خالص. فبما إننا خلاص اتحطينا في الأمر الواقع فالشكوى مش هتغير اي حاجه. فورلان بيرفع سماعه التليفون وبيكلم المسؤولين في شركه اديداس وقال لهم انا عاوز كام كره من الجابولاني يتبعتوا على ملعب تدريب اتلتيكو. ومن اليوم ده اتكتبت واحده من اهم كواليس التحضير في تاريخ كاس العالم. كان اللعيبه تخلص التمرين الاساسي يلموا حاجتهم يركبوا عربياتهم ويروحوا بيوتهم الا دييجو فورلان. الراجل كان بيفضل واقف في الملعب لوحده تحت الشمس او المطر مش فارقه، يقعد ساعتين 3 يوميا لوحده مع الكره دي. كان بيشوطها بكل الاشكال، بيمينه بشماله ببطن رجله بوش رجله، من اليمين من الشمال من العمق. كان بيراقب حركة الكرة في الهواء بتلف ازاي وسرعتها بتقل امتى، محتاجة قوة قد ايه، وليه بتعمل الهبوط المفاجئ ده في اخر لحظة. ساعات متواصلة يوميا من العزلة والملل والتدريب التكراري القاسي عشان يفهم الكرة اللي عجز عنها عباقرة الجيل. عشان كده لما المونديال بدأ والكل لسه بيتفاجئ بالكرة في الماتشات كان خلاص فورلان حافظ الشفرة وبقى هو الراجل الوحيد في العالم اللي الكرة دي بتطيعه وتسمع كلامه بالملي. 1991 بتتعرض أليخاندرا فورلان أخت دييجو الكبيرة لحادثة سير مأساوية في شوارع أوروجواي. الحادثة دي أثرت على حياة العيلة وأخته دي طلعت من الحادثة بشلل أفقدها الحركة. في اللحظة دي دييجو الطفل اللي عنده 12 سنة لقى نفسه في وضع أكبر منه، ما كانش عنده رفاهية الانهيار. دييجو اضطر إنه يسيب التنس لأنه شايف إنه مش اللعبة اللي هتعمل الفلوس اللي محتاجاها عيلة متدمرة ماديا عشان تدفع مصاريف علاج ومستشفيات. الطفل دييجو بيدخل أوضة المستشفى ويقول لاخته أوعدك يا أليخاندرا هسيب التنس وهبقى لاعب كرة مشهور وهجيب فلوس كتير عشان اعالجك واخليكي تعيشي كويس. ومن بعدها دييجو ما بقاش بيلعب للكورة ولكن من اجل الحياة. لما فورلان وصل مانشستر يونايتد الدنيا ما كانتش وردي. الراجل جات عليه فتره قعد فيها 27 ماتش كاملين في كل البطولات مش عارف يشم الجول. الاوروجواياني بقى ماده للسخريه في الميديا. المعاناه دي ما كانتش نقص موهبه ولكن عناد فورلان نفسه مع الجزمه اللي بيلعب بيها. الملاعب الانجليزيه كانت معروفه انها مبلوله ومطينه واللعيبه هناك بتلبس جزم باطراف حديد طويله وقويه عشان تثبت في الارض. لكن فورلان وبسبب خلفيته في لعب التنس كان بيفضل الجزم اللي باطراف قصيره لانه كان شايف انها بتديه مرونه اكتر في
الحركة. النتيجة ان فورلان كان دايما بيتزحلق في لقطات غريبة ويفقد توازنه قدام الجول. السير أليكس كان هيتجنن منه في غرف الملابس ويصرخ فيه انه يغير الجزمة دي فورا، وفورلان برضه مكمل في عناده لغاية ما جت لحظة الانفجار في ماتش ضد تشيلسي. فورلان نزل بنفس الكوتش واتزحلق وضيع الكورة، فدخل السير أليكس بين الشوطين، مسك جزمة فورلان ورماها في الزبالة وقال له مش هتلعب بالجزمة دي هنا تاني. رغم العناد ده ورغم البداية الكابوسية، فدييجو ما كانش مستسلم. الراجل عافر وبدأ يسجل وجاب لقطات كويسة خلت جماهير اولد ترافورد تحبه، زي ثنائيته مثلا في شباك ليفربول في الانفيلد وهدفه القاتل في تشيلسي. لكن الانطباع العام كان خلاص اتكتب، الانجليز حكموا عليه انه مهاجم غير محظوظ وما ينفعش هناك، وتجربته في انجلترا انتهت ب 17 هدف فقط في 98 مباراة، رقم قليل جدا مقارنة بكل الامكانيات اللي عنده. في الماتش التاني من المجموعات، اوروجواي بتلعب صاحب الارض والجمهور جنوب افريقيا. الاستاد كان متقفل زي حفله للفنان حمو الطيخه، والجمهور الافريقي داخل ومعاه السلاح الفتاك للمونديال ده، الفوفوزيلا، اللي صوتها هو ارخم صوت هتسمعه في حياتك بعد الناموس في عز الصيف. زنه مرعبه مستمره ومجنونه، وفي وسط الدوشه اللي تصدع دي والكوره عماله تتنقل، فورلان بيستلم كوره في نص الملعب، بيلف ويروح بوشه على الجون، ولكن المسافه بعيده عن الجون بكتير، ولكنه اخذ القرار بالتسديد من المسافه دي وبيدي قذيفه عابره للقارات. الكرة بتطير في الهواء بشكل مستقيم، وفي آخر ثانية بتعمل هبوط مفاجئ وبتخلي الحارس يتمسمر مكانه ويتفرج عليها. أنا لحد دلوقتي كل ما بعيد الجون مش مستوعب إيه اللي حصل أصلا. في اللحظة دي بيتم كتم الصوت لآلاف الفوفوزيلا اللي بتزن، وما بقاش مسموع في الملعب كله غير فرحة لاعبي أوروجواي. بالمناسبة عيب قوي تكون بتتفرج ولسه ما عملتش اللايك وسبسكرايب لحد دلوقتي. في الكورة في لعيبة بتطلع مع نفسها وفي لعيبة تانية بيبقوا عبارة عن مشروع متوارث عبر الأجيال. دييجو فورلان هو امتداد لسلالة كتبت تاريخ الكورة في أوروجواي. هو حرفيا كان الجيل الثالث اللي بيمثل البلد دي في كأس العالم. جده من أمه خوان كارلوس كورازو كان لاعب تقيل جدا، وبعد ما اعتزل بقى هو المدير الفني اللي قاد منتخب أوروجواي في كأس العالم 1962 في تشيلي. أما أبوه بابلو فورلان كان مدافع قوي جدا ولعب مع أوروجواي في كأسين عالم، مرة في مونديال 66 ومرة في مونديال 74. فدييجو اتولد لها في صالة البيت صور جده وأبوه وهم بتشيرت المنتخب في المحافل الدولية. عيلة كاملة بتشكل هوية الكرة في البلد على مدار نص قرن. النوع ده من الإرث بيبقى سلاح ذو حدين، يا إما يكسرك ويخليك مجرد نسخة باهتة بتعيش في جلباب أبوك وجدك، يا إما يديك قوة تخليك نازل الملعب وعارف ومقدر حجم المسؤولية. أما تكتيكيا بقى في 2010 فأوسكار تباريز عمل حركة صايعة جدا غيرت شكل هجوم أوروجواي بالكامل. تباريز كان عنده مشكلة من نوع المشاكل اللي بتتمنى إنه يكون عندك في حياتك. معاه 2 مهاجمين شباب جعانين كورة وباين كده والله أعلم إن ليهم مستقبل واعد، لويس سواريز وإيدنسون كافاني. الاتنين كان عندهم وقتها 23 سنة، فمنطقيا يعني وبما انهم الثلاثه افضل لاعبي المنتخب فلازم نستفيد منهم اقصى استفاده، ولكن ما ينفعش يتكتلوا في حته واحده لان الثلاثه هيزاحموا بعض وهيلعبوا في نفس المساحات اللي بينطلقوا منها والخطوره هتقل. فهنا تباريز قرر يرجع فورلان خطوتين لورا واداله دور ال9.5، دور رومينج او تحرك حر بدون كوره. فورلان ما كانش ملتزم بمركز، كان بيلعب في المساحه اللي ما بين وسط والدفاع الخصم، ينزل لنص الملعب يستلم يدور الكوره ويسحب مع قلوب الدفاع بره منطقتهم عشان تتولد المساحه اللي يهاجمها سواريز وكافاني. فالمدافع كان بيبقى واقف محتار ومش عارف يعمل ايه، هل يطلع ورا فورلان لنص الملعب ويسيب مكانه فاضي، ولا يفضل واقف في منطقه الجزاء ويسيب فورلان يستلم براحته بره ال18. وطبعا لو سابوه يستلم بره ال18 مش محتاج اقول لك يعني هيعمل ايه. ما ترغيش قوي كده. فالظروف دي خلت دييجو فورلان في 2010 مش مجرد هداف مستني الكوره تجيله عشان يشوط، لكنه كان هو المحرك وصانع اللعب واللي بلقطه واحده بيبوظ منظومه دفاع الخصم. نرجع تاني لاوضه المستشفى سنه 91. فاكر الجملتين المؤثرين اللي قلناهم من شويه؟ فللاسف يعني الوعود لوحدها ما بتداويش الجروح وما بتسددش فواتير الدكاتره والمستشفيات. اصل انت من جورج وسوف يعني عشان قلوب الناس تداويها يا عم فورلان. وفعلا العيله ما كانتش قادره على تكاليف علاج اليخاندرا المستمره. في عز السواد ده بيظهر في الكادر اسم محدش يجي على باله اصلا، دييجو ارماندو مارادونا. الاسطوره الارجنتينيه لما عرف بالقصه وبحجم المأساة اللي حلت بالعيله قرر يشيل الليله بنفسه، وبدون تردد مارادونا جمع تبرعات وعمل مباراه خيريه مخصصه بالكامل عشان يغطي مصاريف مستشفى اخت فورلان ويأمن لها عيشه كريمه. اللقطه دي كانت طوق نجاه اتمد للعيله في وقت الغرق، وخلقت رابطه روحيه بين دييجو الاسطوره ودييجو الطفل اللي شاف الموقف بعينه وقدرك ازاي الكره كلعبه قدرت تنقذ اخته وتنقذ عيلته كلها ماديا ونفسيا في وقت عجزت فيه كل الحاجات التانية. اللحظه دي هي اللي حركت فورلان في مسيرته.
مباراة ربع النهائي ضد غانا واحد من أكتر الماتشات درامية وجنون في تاريخ كأس العالم كله. الماتش مشدود وأوروجواي بتاخد ضربة حرة مباشرة بره ال 18 ناحية الشمال. الحارس الغاني ريتشارد كينغسون واقف في جوله بيظبط الحيطة بتاعته ومأمن زاويته، وطبيعي متوقع إن فورلان هيشوط الكرة بكيرف من حوالين الحيطة، لكن فورلان بيشوط بتكنيك الناكل بول، بيضرب الكرة من نصها بالظبط بوش رجله عشان تطير في الهواء بدون أي دوران، فالهواء والجاذبية بقى يلعبوا بيها زي ما هم عاوزين. الفاول مش منطقي أبدا بصراحة، وانا ما اقدرش اعتب على الحارس نهائي. عشان تكمل الصوره وتفهم المستوى اللي اتقدم في البطوله دي لازم تعرف ان اوروجواي اصلا ما كانتش هتصعد مونديال جنوب افريقيا. تصفيات امريكا الجنوبيه كانت صعبه جدا، والمنتخب عانى الامرين لحد ما نهى التصفيات بالعافيه في المركز الخامس، فيلعبوا ملحق عالمي ماتشين رايح جاي بره ارضهم وجوه ارضهم ضد كوستاريكا عشان يخطفوا تذكره الصعود الاخيره للمونديال. هناك بيكسبوا 1-0 وبيتعدوا 1-1 في اوروجواي. الناس والصحافه وقتها ما كانوش شايفين ان الفرقه دي رايحه تعمل اي انجاز، بالعكس كان الانطباع العام ان الجيل ده محظوظ وهيروحوا جنوب افريقيا مجرد ضيوف شرف ياخدوا واجبهم ويروحوا. بعد كابوس مانشستر فورلان ما كانش ناوي يستسلم للاحباط او يرضى بالصوره اللي الانجليز رسموها له كلاعب بائس. الراجل قرر يقفل صفحه انجلترا كلها ويروح اسبانيا. البدايه كانت مع فياريال وبعدها اتلتيكو مدريد، وهناك فورلان بيطلع كل امكانياته. الراجل كسب هداف الدوري الاسباني البيتشيتشي وجائزه الحذاء الذهبي كافضل هداف في اوروبا كلها، ومش مره واحده، مرتين وسط عمالقه الليجا واوروبا كلها. كان رد عملي وقاسي جدا على كل واحد اتريق عليه في اولد ترافورد. النجاح الكبير ده في اسبانيا هو اللي خلاه يسافر جنوب افريقيا في 2010 وهو داخل البطوله بكل ثقه، الثقه اللي ممكن تخليه يعمل واحده من اقوى لقطات المونديال. في مباراه نص نهائي قدام هولندا الماتش بدا بصدمه. قائد هولندا جيو فان بروكهورست بيسجل هدف عالمي من مسافه بعيده بيحط بيها اوروجواي في موقف صعب جدا. الفرقه متاخره والنهائي بيبعد عنهم، وفي اللحظه دي فورلان قرر يتقمص دور المنقذ كالعاده. استلم كرة بره 18، الكل في الاستاد، المدافعين، الحارس ستيكلنبرج وحتى الجمهور ورا الشاشات مستنيين فورلان يعدل على يمينه ويديها. طب ثواني كده ستيكلنبرج يا اخويا، السنتي عامل عندك كام دلوقتي في امستردام؟ طب خد الصاروخ ده. الكرة اخترقت ايد الحارس الهولندي بالرغم من انه لمسها، بس من قوتها ودقتها بتفرتك الشبكه. القدم الضعيفه دي بتاعت العيال التوتو، احنا بنسمي الله ونودي. الراجل كان بيلعب برجليه الاثنين عادي جدا. يعني على سبيل المثال الموسم اللي قبل المونديال في الليجا سجل حوالي 10 اهداف بالشمال من اصل 32 جول، يعني بتتكلم عن تلت اهداف الموسم بقدمه الضعيفه. اما عن مسيرته كلها فمسجل حوالي 25% من اهدافه برجله الشمال، وده رقم لو تعلمون عظيم. يعني كريستيانو مثلا سجل حوالي 20% من اهدافه برجله الضعيفه. دييجو فورلان اللي اتعرض للمقارنات وهو صغير، وعقده المقارنات بالذات لما تكون مندرج تحت خانه ابناء العاملين ممكن تدفن مواهب كتير جدا، لانك بتعيش طول حياتك بتحاول تخرج من جلباب ابيك وتثبت للناس انك بتلعب باسمك انت مش باسم عيلتك. لكن في صيف 2010 الضغط النفسي ده كله اتقلب 180 درجه وبيحصل تبادل ادوار في المجتمع. بابلو فورلان الاسطوره القديم الناس بقت بتشاور عليه بحب وفخر وتقول ان ده يبقى والد دييجو فورلان، والد عريس المونديال. دييجو ما كسرش القاعده وبس، دييجو اخد اسم عيلته في حته تانية وبقى هو الأصل اللي الكل بينتسب ليه. ووسط فرحة لعيبة أوروجواي بعد كل فوز في المونديال، اللعيبة كانت بتتنطط في غرف الملابس بعد كل مكسب، والكاميرات والصحفيين اللي واقفين بره مستنين كلمة أو تصريح من عريس المونديال. لكن فورلان كان بيبقى عنده طقس مقدس ما بيتنازلش عنه أبدا. الراجل كان بيسيب الليلة دي كلها ويمسك تليفونه ويطلب رقم في العاصمة الأوروجوانية مونتيفيديو، والرقم ده كان هو أخته أليخاندرا. الوعد اللي اتقال بدموع في سنة 91 بيتحقق في 2010 قدام عيون الكوكب كله. المكالمة اليومية دي كانت البوصلة اللي بتفكر فورلان هو بيلعب لمين وعلشان ايه. لما رجله تتعب او نفسه يقطع في اخر الماتش كان بيفتكر المكالمة دي ويفتكر انه مش مسموح له يقف. الكرة بالنسبة له ما كانتش مجرد مجد بيتحط في السي في، ولكن طريقته الوحيدة عشان يخلي اخته تحس انها بتلف العالم وتحرك رجليها معاه ولكن برجليه هو. ماتش تحديد المركز الثالث ضد ألمانيا في ملعب نيلسون مانديلا، مفيش ضغوط كبيرة، الفرقتين نازلين يمتعوا الناس، وفورلان قرر يكتب السطر الأخير في الملحمة دي وبيعمل لوحة سينمائية ما بتتمحيش من الذاكرة. كرة عرضية ملعوبة في جوه حدود ال 18، وبالمنطق يعني إن الكرة جاية عالية فمحتاجة إما استلام وتسديد أو إنه يريح الكرة لزميله اللي معاه. لكن ثواني كده هانز يورك بوت يا أخويا، جربت الكرباج السوداني قبل كده؟ ما جربتش؟
طب خد، ويلطش الكرة في الارض ومنها للشبكة. الحارس واقف بيتفرج على الابداع وما اتحركش من مكانه. الجول ده بيوضح لك التوافق العضلي العصبي للراجل ده وهو في سن ال 31، المرونة والخفة بتاعت لعيب التنس اللي لسه عايشة جواه. الدقيقة 92 ضد المانيا، اوروجواي متأخرة 3-2، الحكم بيحسب فاول اوروجواي على حدود ال 18، ودي ما كانتش ضربة حرة عادية ولكنها اللقطة الأخيرة والكادر الأخير في فيلم دييجو فورلان في جنوب أفريقيا، الفرصة الأخيرة والوحيدة علشان يتعادلوا والماتش يروح لإكسترا تايم. فورلان بيقف ورا الكورة، الاستاد كله ساكت ومستني، والكل متوقع ان فورلان هيرزع الكرة في الشبكة، ما هو سجل الاصعب منها. وفعلا فورلان كان هيسجل الكرة ولكنها بتخبط في العارضة وبتطلع لبره، والحكم بيطلق صافرة نهاية المباراة ونهاية المونديال لاوروجواي. القفلة رغم انها خلصت بخسارة ولكنها النهاية الانسب للقصة دي. الكرة رفضت تدي فورلان جول اخير او ميدالية برونزية، العارضة هي اللي ختمت على قصة فورلان كبطل تراجيدي. راجل عمل كل حاجة صح كفيزياء وعاطفة وتكتيك ومجهود، وقدم بطولة فردية تاريخية ومش محتاج الميدالية البرونزية في ايده علشان الناس تفتكره. لما تيجي تبص على منصة التتويج في ختام المونديال، الطبيعي انك بتشوف لعيبة الفرقة البطلة هم اللي واخدين الجوائز الفردية. اسبانيا هي بطل العالم وايكر كاسياس بيرفع الكاس الذهب، وانيستا هو عريس النهائي، وهولندا هي الوصيف، وشنايدر مكسر الدنيا. لكن الفيفا في المونديال ده بتعلن ان جايزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في كاس العالم 2010 مش هتروح لاي حد من الوصيف او البطل، الجايزة رايحة لدييجو فورلان. عارف يعني ايه لاعب من الفرقة اللي مخلصة البطولة في المركز الرابع ياخد الجايزة دي؟ دي لقطة تاريخية نادرة ومش هتتكرر كتير إلا لو الشخص ده عمل حاجة خارقة للطبيعة. ده كان اعتراف علني ورسمي من الكوكب كله بمعجزة فردية. اسبانيا كسبت كاس العالم لأن كان معاها منظومة تيكي تاكا ما بتغلطش، لكن فورلان أخذ الذهب لأنه كان الملك غير المتوج، الراجل اللي شال فرقة كاملة على كتافه. ما كانش معاه تشافي وانيستا فرقته يبصوله، كان بيصنع الخطر من العدم ويسجل من كل مكان بكل الوضعيات في الملعب. فورلان سجل 5 أهداف وخد هداف البطولة، لكنهم مش أي 5 أهداف. ال5 أهداف كانوا عبارة عن كتالوج كامل وشامل لكيفية تسجيل الأهداف في كرة القدم: هدف باليمين، هدف بالشمال، هدف من ضربة جزاء، هدف من ضربة حرة، وهدف على الطاير. المونديال خلص بس سيرة فورلان وجابولاني 2010 هتفضل محفورة في تاريخ كأس العالم للأبد. وهنا المايك يروح لكم انتوا، هل اداء دييجو فورلان في 2010 هو اعظم اداء فردي اللاعب في تاريخ كاس العالم، ولا في لاعب تاني شال فرقته وعمل اعجاز اكبر من كده، مع الاخذ في الاعتبار قوه منتخب اللاعب وقوه المنافسين؟ وايه اكتر جول لفورلان في المونديال ده لسه معلم معاك ومش قادر تنساه؟ هستنى رايكم في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساش لو الفيديو عجبك تبعته لكل حبايبك، وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد ثابت، والسلام عليكم.